السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي وحشتوني جدا. صباحكم فل وهنا وياسمين. بصوا بقى، يعني النهارده اقتصاد وصفات اقتصادية الطحينة بطريقتين مختلفين، وهقول لكم رأيي فيهم بمنتهى الصراحة بس في آخر الفيديو. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقتين عاملين ازاي وايه الاختلاف بينهم وهنعملهم ازاي. بصوا، نسمي الله ونصلي على أفضل خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف هنعمل ايه. بصوا، انا معايا ربع كيلو سمسم ابيض. عايزه تجيبيه متحمص جاهز وتكملي بقيه الخطوات براحتك، بس يستحسن انت تحمصيه في البيت. يعني شوفوا انا بقى، يعني لو تنقيه بقى كده، لو انت جايباه سايب تنقيه. انا كنت بحسبها فيه حاجه وبعدين طلعت قشره يعني بتاعت سمسم. تمام. نقلب بقى كويس. الطاسه بتاعتنا سخناها وحطينا الحمص بتاعنا. نقلب بقى كويس قوي. لازم السمسم بتاعنا يتحمص، لازم يتحمص عشان يديكي طعم وريحه الطحينه الاصليه الحلوه. ما يديكيش طعم مخزز ولا طعم حاجه رطوبه ولا يبوظ منك اصلا على طول كمان. يعني تمام. التحميصه دي كمان بتديله عمر اطول ويتنيه بريحته وطعمه الحلو. زي ما انتم شايفين كده هنقلب نتنينا. قال اهم حاجه ما تسيبوهوش السمسم يا جماعه، ما تسيبش على النار. تنين نقلب كويس قوي كده. شايفين بدأ يطقطق معايا وريحته تطلع بقى، ريحته تملى كده المطبخ بتاعك او المكان بتاعك اللي انت واقفه فيه، ويطقطق بقى معاكي كده. زي ما انتم شايفين لونه اتغير. تمام. انا عندي شويه سوداني، كان عندي اصلا يعني مش انا شارياهم مخصوص. تمام. انا اول مره يا جماعه اعمل الطحينه للامانه، انا اول مره اعملها. عملتها بطريقتين اتنين وهقول لكم الطريقتين الاتنين وهقول لكم انهي احسن. انا زي ما شفت يعني اتفرجت على فيديوهات كتير قوي وسمعت برضو وسالت. بيحطوا سوداني. تمام. بيقول لك برضو في السرجه بيحطوا سوداني. انا يعني بصراحه ما هقول لكم برضو في الاخر. خليكم معايا. تمام. انا السوداني ده مش شاريه. لو انت هتشتري سوداني تجيبي سوداني ابيض متحمص، بس يكون لونه ابيض ما يكونش احمر كده. ومعانا كوبايه دقيق. كوبايه او مج بتاع كوبايه معياريه او كوبايه شاي دقيق. تمام. حطيناها. وهقول لكم برضو الغلطه اللي انا عملتها هنا ايه. ان انا حمصت الدقيق مع الحمص مع السمسم والسوداني. تمام. فاداني لون الطحينه غامق شويه، مع ان يعني كمان يعني الزياده كمان اللي غمقها اكتر كمان السوداني يا جماعه كان متحمص ولونه غامق. السوداني زي ما انتم شفتوه كده كان نازل لونه بني مش ابيض. تمام. فانت لو هتشتري زي ما انا قلت لك هتجيبي ابيض لو انت بتحبي طعم السوداني في قلب الطحينه بتاعتك. شايفين بقى انا يعني دي حمصته يعني خد لون بزياده شويه، بقى لونها شبه الطحينه الحمرا كده. تمام. يعني مش زي الطحينه البيضاء اللي احنا بنشتريها من السرج. بس لازم برضو ايه تسخنيه على النار يضيع الرطوبه بتاعته. وبعدين هنحطهم بقى في كبه، او الكبه بتاعتي دي بتطحن ناعم، او يعني لو ما عندكيش كبه بتطحن ناعم الخلاط يا جماعه، او كبه البهارات اللي بتطحني فيها البهارات. وننزل منها بعد ما نخلص ننزل في قلب الخلاط زي ما انتم شايفين كده. دي انا حطيت عليها مج ونص او كوب ونص زيت. كوبايه ونص زيت يكون ملوش اهم حاجه يكون ملوش ريحه. اي زيت بس يكون ملوش ريحه يعني. تمام. و... وخلطناها كويس قوي قوي في الخلاط. وشايفين زي ما انتم شايفين كده عملت معايا كميه حلوه جدا 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 جدا. انا زي ما قلت لكم حطيت سوداني والزيت حطيت كوبايه ونص. كان خفيفة شوية. تمام. الطريقة الجاية هتبقى أتقل من كده، هتبقى خام أكتر من كده. شايفين؟ طبعا بصوا طحينة طحينة ومفيش كلام. طعم وريحة ومقولكوش يعني. حلوة جدا جدا جدا. شايفين القوام بتاعها كان خفيف سيكة صغننة يعني. أنا زودت النص ده من عندي. تمام. بتسيبوها بقى وتغطيها وتستعمليها طحينه تحفه جدا جميله قوي. وهقول لكم برضو في الاخر ايه الفرق زي ما قلت لكم بين الاتنين. نفس الكلام هنا ربع كيلو برضو سمسم ابيض وبرضو هحمصه زي ما حمصت التاني بالظبط، بس مش هخليه يغمق قوي. تمام. التاني غمق مني شويه، وزي ما قلت لكم انا حمصت كمان الدقيق شويه. وكمان السوداني بتاعي كان غامق شويه في التحميص بتاعه. انا كنت جايباه كده. تمام. حمصت شويه صغيرين كده لحد ما السمسم بتاعي خد لون اصفر خفيف خالص 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 وبدا يطقطق وريحته تطلع معايا. رحت حاطه الدقيق برضو كوبايه دقيق. ربع كيلو سمسم عليه كوبايه دقيق. تمام. ونزلت بالدقيق بتاعي وهخلي الدقيق بتاعي يسخن هو كمان وريحته تطلع. مش عايزينه ياخد لون زي ما عملنا في الطريقه الاولانيه. تمام كده، لانه قلنا دي طريقه ودي طريقه تانية وهقول لكم ايه الفرق بينهم برضو في الاخر. تمام كده. نقلب بقى كويس قوي لحد ما الدقيق بتاعنا يسخن برضو كويس قوي مع السمسم بتاعك. بتحسي شوفي السمسم بيفرز كده مادة، تحسي ان الدقيق بتاعك بقى مندي.
او بقى زي الرمل كده. شايفين على شكله عامل ازاي؟ ما تحسيش ان هو ايه يعني شبه الدقيق العادي يعني. نقلب بقى كويس اول لحد ما يعني احس ان هو سخن كويس جدا جدا معايا. لازم يسخن يا جماعه، لازم يبقى سخن. تمام. زي ما قلت لك لو جبت السمسم محمص هتحط الدقيق يسخن برضه وتعملي نفس الخطوات. تمام. بس اهم حاجه يبقى سخن معاكي وتسيبيه يبرد تطلعي الرطوبه اللي فيه، بس مش اكتر من كده. تمام. اهم حاجه زي ما قلت لكم ما نسيبهاش. الحاجات دي ما تتسابش يا جماعه على النار، ولا تقولي حتى موطيه ولا اي حاجه، هتنحرق منك في ثانيه وهتبوظ وهتبقى ليلتنا بيضه واحنا مكلفين. تمام. تمام قوي. فما نسيبش الحاجات دي على النار. وبرده النار بتاعتك ما تبقاش عاليه قوي، تبقى هاديه واطيه يعني او متوسطه. تمام. ونقلب بقى كويس قوي 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 كده لحد ما احس ان الرطوبه بتاعت الدقيق طلعت. وبعدين نحطه في نفس الكبه برده ونطحنه تاني. لو ما عندكيش زي ما قلت لك كبه البهارات بتاعتك واغسليها كويس قوي قوي قوي، بس اهم حاجه تغسليها كويس. وحطي في قلبها شويه رز وطحنيهم يعني يضيعوا ريحه البهارات اللي فيها يعني. تمام. وكملي بقى السمسم وحطي الحاجات بتاعتك كلها عادي زي ما احنا بنعمل. وبعدين حطي في قلب الخلاط. بنطحن بقى كده لحد ما يبقى ايه، تحسي ان الزيوت بتاعت السمسم بتاعتي طلعت. يعني تحسي بقى ايه، بقى عجين كده يعني. تحسي بقى عجينه شويه. لو مسكتيها في ايدك وضمتي عليها جامد كده هتمسك في بعضها. ده دليل ان الزيوت بتاعت السمسم بتاعتي طلعت. بقت في قلب يعني من كتر ضربة الكبة ونعم وبقى كويس. شايفين بقى يكلكع، بدأ يكلكع. اعرف ان كده الزيوت بتاعت السمسم بتاعتك طلعت خلاص. وهتحسي حتى بالريحة بقت فواحة كده، حاجة فواحة. تمام. شايفين ناعم اهوت. بوريكم. هنحط كوباية زيت. الخطوة ديت يا جماعة بصوا انا هجربها برضو، هقول لكم بعدين هي كويسة ولا مش كويسة. انا لسه ما جربتش الطحينة بتاعتي. بنحط الزيت ينضرب. ده بيقولك ما بيخليش الطحينة ترقد. تمام. انا هجربها وهقول لكم بكل صراحة وبكل امانة. انا مش عارفة هي التانية رقدت زيها زي اللي جبتها من بره بالظبط، اللي هي فيها السوداني دي استعملتها خلاص. رقدت زيها زي اللي بتيجي من بره بالظبط. تمام. فانا جربت بقى المرة دي، ضربت الزيت بتاعي ضربة كويسة كده الاول في الخلاط، وبعدين نزلت بالايه، بالسمسم والدقيق بتاعنا. حطي معاهم رشة ملح صغيرة، ربع معلقة او نص معلقة ملح صغيرة. تمام. انا حطيت بس مش عارفة ما جاتش ليه. نص معلقة صغيرة ملح. ونضرب بقى تاني في قلب الخلاط بتاعنا. باين جدا جدا فرق اللون. واضح قوي 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 ان دي فاتحة جدا خالص والتانية ما كانتش فاتحة خالص. تمام. دي اول حاجة. تاني حاجة طعم السمسم هنا اقوى بكتير جدا جدا جدا. التانية كان اقوى فيها طعم السوداني، مع ان السوداني حبة صغيرين عن السمسم، بس كان طعم السوداني فيها طاغي. القوام بتاعها تحفة. شايفين عاملة ازاي شكلها؟ والله العظيم احسن من اللي بتيجي من السرجة كمان. وريحتها تحفه. وقوامها حلو قوي. لو انت عايزاها اخف من كده حطي. ويا ريت لو جيتوا لحد هنا اشوفكم فيديو جاي.